جت فترة علينا كنا حرفيا منتخب لا يقهر يعني. في الفترة اللي هي بتاعت متعب وابو تريكة وبركات، يعني وقت ما كان الاهلي فعلا فيه لعيبة جامدة جدا، كان منتخب مصر وقتها حاجة جامدة. تمام. وعلى الرغم من ذلك ما حلفهمش الحظ وتأهلوا لكاس عالم. يعني بعد كده في وجهة نظري ان انا شايف ان مستوى منتخب مصر قل، وعلى الرغم من كده هم اتأهلوا كاس عالم. ففي وجهة نظرك اولا يعني الوصول لكاس العالم ده مجرد حظ؟ بص، مبدئيا الوصول لكاس العالم هو مش فكره حظ، هي المجموعه اللي احنا وقعنا فيها على النظام الجديد بزياده عدد المنتخبات اللي هتتاهل لكاس العالم. هي جت كده مصادفه معانا. يعني انت لو بصيت على المجموعه من قبل ما نلعب مع اي حد هتقول والله خلاص مصر رقم واحد يعني. فهي مش حظ على قد ما هي بس ظروف المجموعه. المستوى انحدر لكذا سبب، اولهم من وجهه نظر يعني تغيير النمط بتاع شخصيه اللعيبه. يعني اللعيبه في الاجيال اللي بتتكلم عليها 2006 8 10 كان في روح، اللعيبه كانت بتنزل تموت نفسها في الملعب، فعلا كانت بتحترم قيمه تيشيرت منتخب مصر فعلا. دلوقتي الموضوع ما بقاش كده، الدنيا اتغيرت، ما بقى يعني في حاجه غريبه. الناس ما بتنزلش اللي هو انا هاكل النجيله عشان انا التيشيرت اللي انا لابسه عليه علم مصر. دي كانت موجوده زمان، ما بقتش موجوده دلوقتي، او مش زي زمان ومش مع كل اللعيبه. الحاجه الثانيه بقى لما تيجي تبص على دوله زي المغرب وتشوف هم بيشتغلوا ازاي من عمليه تاسيس نشأة شخصيه اللاعب من هو وعنده 15 سنه، وتبص على منتخب المغرب اللي هو عنده 17 سنه، وتبص على منتخب المغرب في 20 سنه اللي بياخد كاس العالم، لسه واخدين كاس العالم للشباب. أيوه. وتبص على منتخب المغرب الاولمبي اللي سكعنا على دماغنا في الاولمبياد. تمام. وتبص على منتخب المغرب الكبير اللي وصل دلوقتي رابع اخر كاس عالم. وتبص على كواليتي اللعيبه المغربيه اللي بتلعب عندك في الدوري المصري وما بتلعبش في المنتخب، محمود بن تايك ومحمد الشيبي ووليد الكرتي واشرف بن شرقي. انت بتتفرج على كواليتي وشخصيه لاعب يقدر فعلا يشيل تيشرت منتخب بلاده حتى لو هو ما بيروحش المنتخب. أيوة. بس هو شخصيته يقدر. تمام. احنا عندنا اللعيبه هشه، احنا محتاجين نشتغل على اللعيبه من سن صغير في انه شخصيته تبقى قويه ويقدر يموت نفسه في الملعب. طب هو ده بيرجع لاختيار المدرب نفسه. يعني لو هنشوف اللي موجودين في منتخب مصر في الوقت الحالي هو اغلبهم محترفين. يعني هو تحس ان المدرب كده انا هشوف مين اللي محترفين بره يبقوا دول احسن ناس ضمهم للمنتخب. طيب ما هو ممكن يكون في ناس مش محترفين وعلى الرغم من كده بتكون مواهب كبيره جدا وحتى ما بيلاقوش في انديه. ده احنا بنشوف في الدورات الرمضانيه الفيديوهات اللي بتكون على فيسبوك كده اجوان بتيجي بشكل خرافي. هل ده بيكون مثلا بسبب ان هو استسهال اللي هو خلاص ده محترف فحطولي وخلاص؟ يعني ما بيدوروش اكتر، ما بيكونش في كشافين. هقول لك على حاجه. زمان كابتن الجوهري